السلام عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني. معاكم رانيا، فضفضة قلبي مع رنوش. النهارده هنبدا فضفضة جديده ان شاء الله، يا رب تعجبكم. وابعتوا لي كومنتاتكم لو قصه عجبتكم، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. نبدا النهارده الفضفضه مع بعض. النهارده هحكي لكم قصه من اغرب القصص اللي جات لي. قصه راجل اتجوز ست كان شايفها الملاك، لكن اكتشف انها بتحب غيره بعد الجواز بسنين. واللي صعبها اكتر انه كان اخر واحد يعرف. بيقول إن راجل بسيط اسمي يوسف، عندي 36 سنة، شغال مهندس وعايش حياة مستقرة، أو على الأقل كنت فاكر كده. اتجوزت هند بعد خطوبة سنتين، حبينا بعض، أو ده اللي كنت فاكره. المفروض السنتين عشرة، يعني تعرف ليه بتحبك ولا لأ، انتوا متفاهمين ولا لأ، في حاجة تاني. أكيد سنتين بتخرجوا مع بعض، بتروح تقعد معاها. معقول ما اكتشفتش أي حاجة من الإحساس اللي هي حتى مش حبك؟ كانت لطيفة متربية وأهلها ناس طيبين. بعد الجواز كل حاجة كانت ماشية طبيعي، مفيش مشاكل كبيرة. بنتنا اتولدت وكنا بنضحك ونخرج وكان الحياة مستقرة. لكن بمرور السنين بدأت أحس إن هند بتبعد، مش بالكلام لكن بحاجات صغيرة. بقت دايما مشغولة، مش بتكلمني زي زمان. حتى ضحكتها اللي كنت بموت فيها اختفت. المهم انت، ممكن ضغوط الحياة، المشاكل، ايه اللي خلاك تفكر؟ يعني مش عارفة. إيه، سنتين خطوبة ومعلش برضو يجي سنتين جواز، 4 سنين. ليه فكرت ليه بتبعد؟ سألتها مالك تعبانة من حاجة؟ تقولي لأ، بس ضغوط الحياة. وكنت بصدقها علشان أنا راجل، وكتير مننا بيحب يصدق إن الدنيا بخير حتى لو مش كده. لحد ما في يوم كنت بشتغل على اللابتوب بتاعها علشان أطبع شغل بنتنا، وفتحت بالصدفة ملف مكتوب عليه مذكرات. فتحت المذكرات وقريت أول جملة: أنا بحبك من 15 سنة ولسه بفتكرك كل يوم حتى وأنا مرات راجل تاني. طبعا ده صدمة ليك. أنا وقتها حسيت الأرض بتتهز. ابتديت أقرأ أكتر، وكانت كاتبة تفاصيل عمرها ما قالتها ليا. ذكريات عن حب قديم في الجامعة اسمه كريم، وإزاي كانت نفسها تتجوزه لكن الظروف منعتها واتجوزتني بعد ضغط من أهلها. المشكلة الأم والأب بيبقوا أساس في الموضوع ده. الزوج مش بيبقى ليه ملهوش ذنب في اللي هو بيحصل، بس الام والاب كان اتكلمت معاها. لو هي فعلا بتحب البني ادم ده وشاريها، ليه ما دخلش من الباب واتجوزها؟ ومعلش برضه هي كانت المفروض بدأت صفحة جديدة ما دام دخلت بيت راجل تاني. تنسى القديم، تنسى ماضيها بكل حلو ووحش وتنساه، وتبدأ صفحة جديدة مع الراجل اللي هو اختارها وهي اختارته. المصيبة إنها كاتبة كريم رجع كلمني من فترة واتكلمنا، كان ولا يوم عدى وأنا مش قادرة أقاوم. أنا ما قدرتش أكمل قراءة، قفلت اللاب وقلبي وجعني. إزاي؟ ليه؟ أنا قصرت في إيه؟ كنت دايما بدعمها، بساعدها وبحبها، بس فجأة حسيت إني كنت عايش في كدبة. طبعا أنت المشكلة معاك فعلا صدمة ليك وصدمة كبيرة، وده كده بيت هيتخرب. وأنت بتقول معاك بنت، ومش عارفة بصراحة. هي مش خاينة جزاتيا، لكن خيانتها ليا كانت أعمق خيانة. إحساس خيانة عشرة. واجتهدت علشان أواجهها. قلت لها بتحبي كريم، سكتت وسكوتها كان أوجع من أي اعتراف. قالت لي بهدوء: أنا عمري ما نسيت، بس عمري ما خنتك، بس قلبي معرفش يحبك زي ما حبيته. طبعا المشكلة هنا، مش عارفة، الحب وحش، بس انت ما كنتيش دخلتي في علاقة جديدة ما دام انت مش قادرة تنسي اللي فات. انت تدخلي علاقة جديدة، انت ما ظلمتيش نفسك، انت ظلمتي البني ادم اللي انت اخترتيه. انا ما كنتش مستني الجملة دي. انا كنت فاكر نفسي جوزها شريكها امانها، لكن طلعت مجرد مرحلة وعبورة ومشت. بعد تفكير كبير قررت اسيب البيت، بس علشان اكرهها، بس علشان احافظ على كرامتي وعلى بنتي. ما تعيش في بيت كله مشاعر مزيفة. وساعات مش لازم اللي بيحب بصدق يفضل في علاقة بتموت مشاعره. ده صح. انا عشان ما احبش ما اجيش على كرامتي. ما دام اللي قدامي بعني، انا لازم ابعد. دلوقتي الموضوع اكبر من اللي انا بنتي بقى وبيت وحياه وانا خايف البيت ده يتخرب. لا، الموضوع كرامتي. انا هعيش مع واحده ليه ما بتحبنيش وبتبص لحد تاني، وهي اعترفت لي بكده اللي هي مش قادره تنسى حبها القديم. يبقى انا ليه اكمل معاها في العيشه دي؟ مش هينفع.
على الاقل هيبقى ما فيش احترام ما بيني وبين مراتي قدام بنتي. انا هستنقصها وابقى خايف ان انا بنتي تطلع تستنقصني. دلوقتي هو سؤال نهاية الفيديو، هو لو كنتم مكانه كنتوا تسامحوا علشان العيال ولا تمشوا عشان الكرامة؟ ده انا هستنى ردكم على السؤال دوت، ويا رب يكون الفضفضة عجبتكم، ومع السلامة. مع رانيا فضفضة قلبي مع رنوش.